ايه اللي هيحصل لو اديت الاغنيه بتاعتك ل 11 مهندس صوت؟ تفتكر كلهم هيطلعوها بصوت زي بعض؟ ما تيجي نشوف. اهلا بيكم في لاتينو ستوديو، معاكم لاتينو. الحلقه ديت هنشوف مع بعض كده تجربه ظريفه وتكاد تكون بالنسبه لي انا من اكتر الحلقه اللي هتبقى اي اوبنر، ان هي تفتح عينيك على حاجات كتير في الميكسنج لو انت بادئ في الهندسه الصوتيه جديد، او لو انت شغال وحاسس ان انت تايه شويه. البروجكت دوت انا نزلت الاغنيه من كامبريدج، وهتلاقيها برضو موجوده في اللينك الاول، تقدر برضو تحمل السيشن وتعمل ميكس انت كمان. وجمعت الميكسات ديت من على اليوتيوب، كل تراك هتلاقوا مكتوب عليه الاسم بتاعه. الهدف من التجربة ديت مش ان احنا نقول مين احسن ميكس ومين اوحش ميكس، لانك هتلاقي في كل ميكس في حاجات حلوة ممكن تعجبك، لان زي ما بنقول كده لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. تعالوا الاول نعمل راوند كده في الميكسات، علشان عاوز اتكلم على بعض الحاجات اللي ليها علاقة بالسمع، واقول شوية تيبس. اللي انا عملته، لو انتوا بصيتوا هنا على الويف فورم هتلاقي احجامهم شويه مختلفه، فانا حطيت على بعض الحاجات ليميتر عشان احاول اخليهم يبقوا في اللاودنس كلهم قريبين زي بعض. اول راوند هنعملها ان احنا نسمع الميكسات بتاعتنا كلها، نتعرف عليها، وبعدها هنتكلم شويه، وبعدها اعلمكم ازاي تسمعوا الفروق، واقول لكم التجربه ديت ممكن تستفيدوا منها ازاي باكبر شكل، وهعلن عن حاجه جديده هعملها في القناه لو انتوا كنتوا مهتمين كمان. بس تعالوا الاول نسمع الاغنيه بتاعتنا لما اتعمل لها 11 ميكس من 11 مهندس صوت، طلعت النتيجه عامله ازاي. Finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. Sitting in this room, finally alone, with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. زي ما شفنا كده كل الناس ديت ارتضت الشكل اللي هي خلصته من الميكس ورفعته خلاص. ليه نتائج مختلفة عن بعضها؟ نتائج مختلفة عن بعضها لأسباب عدة. أول حاجة المعرفة، يعني كل واحد فيهم معرفته في الهندسة الصوتية مختلفة عن التاني، والنتائج مختلفة علشان الذوق الشخصي. يعني كل واحد فيهم بذوقه الشخصي، هتلاقي في ناس معلية الدرامز، هتلاقي في ناس عاملة الدرامز بشكل قريب من بعضه بس بتفضل الكيك والبيز يبقوا عاليين، هتلاقي في ناس حاطين الفوكال في ليفل أقل من ناس تانية، هتلاقي في ناس مخليه المزيكا عالية مقارنة بالدرامز، وهكذا. كل واحد شايف الأغنية بشكل مختلف عن التاني، لأن هي هندسة الصوت مزيج من حاجتين، مزيج من الفن ومزيج من العلم. العلم في إن هو
يعلمك الأداة دي بتشتغل ازاي، تعرف الأخطاء الشائعة عشان تتجنبها، وتعرف ان انت لو عجبك صوت معين ممكن توصل له ازاي، طبعا عن طريق ان انت تستخدم الريفرنس وعن طريق ان انت تمرن ودنك، لان التمرين السمعي بيقدر يخليك تاخد قرارات صحيحة في الاتجاه اللي انت رايح له. احنا دلوقتي عندنا مشكلة كبشر في الذاكرة السمعية. يعني انا لو قلت لك ايه احسن ميكس، ممكن تلاقي ان انت محتاج تسمعهم مرة كمان، تاخد راوند تاني. في راوند التانية ديت انا هطول شوية الوقت، يعني هسيب اللوب شغالة شوية بس هقعد ابدل لكم ما بينهم. هتلاقي ان انت لو كنت فضلت مثلا تسمع اول ميكس زي ما هو شوية لوحده، انت تمام، ممكن يبقى بالنسبه لك اوكي. ممكن تسمع الاوفيشال ميكس اللي هو اللي قبل الاخير اللي الباند كان عامله، يبقى بالنسبه لك اوكي. ممكن لو سمعت الميكس بتاعي لوحده تبقى برضو راضي بيه، بس تسمع حاجه تانية عند حد تاني فتكتشف ان لا والله انا صوت الدرامز عاجبني هناك احسن. وده شيء طبيعي جدا ان هو يحصل. فتعالوا نحاول نقرب الفروق ما بينهم ونشتغل ان احنا ننشط عندنا الحاسه السمعيه، ان هي تلقط الفروق اكتر، في ان احنا نعمل لوب تاني، بس اثناء ما اللوب شغال هنقعد نبدل ما بينهم جيف اند تيك كده، ما بين الاول والتاني وما بين الرابع والخامس وما بين الاخير واللي قبل الاخير وهكذا، عشان تشوف الذوق الشخصي والروم بتعمل ايه، والمعرفه السمعيه بتاعت كل مهندس ممكن تطلع شكل عمل الفني بشكل عامل ازاي. Finally alone with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. We are sitting in this room, finally alone with a peace of mind that I've been searching for, and all I seem to hear. We are sitting in this room, finally alone with a peace of mind I've been searching for, and all I seem to hear. كده انت عرفت ان التراك لو انت بتديه لحد هو هيطلعه بشكل، اديته لحد تاني يطلعه بشكل تاني. مفيش حد من الناس ديت غير سامبل في الدرامز، مفيش حد من الناس ديت عمل حاجه مختلفه في الصوت بشكل اجريسيف ان هي تخرجه بره المقارنه. كل الناس استخدمت نفس الماتيريال ووصلت لنتائج مختلفه زي ما انت شفت. انا من باب التشجيع ومن باب ان احنا محتاجين نذاكر كلنا بما فيهم انا، زي ما انا عملت ميكس للاغنيه ديت وعملت عليها فيديوهات شرح في الانتساب، انتوا كمان تقدروا تعملوا ميكس لبروجكتات، وتقدروا كمان انكم تختاروا اغنيه من السايت بتاع كامبريدج، تكتبوا اسمها تحت في الكومنتس، اشتغل عليها وانتوا تشتغلوا عليها، ونعمل حلقه زي كده. بس الحلقه تبقى اكبر بقى شويه، تبقى ميكس كرتيج. يعني هشغل الميكسات بتاعتكم واشغل الميكس اللي انا عملته، وهقول انا حبيت ايه في الميكس مثلا بتاع فلان، وشايف ايه ممكن يتطور، وشايف دلوقتي لما حطيت الميكس بتاع حد هو كان سامعه اوكي ومفيش مشكله، لما سامعه بالمقارنه مع كذا ميكس تاني لكذا مهندس صوت هو هيبدا يكتشف حاجات تانية مختلفه. فمعناها ان هو يبدا يحفظ الروم بتاعته، يبدا يشوف مخه بيعالج الصوت ازاي في الروم اللي هو قاعد فيه. فلو انتم متحمسين لتجربه زي ديت، سيبوا تحت في الكومنتات اسم الاغنيه وانا هنزل البروجكت، ولما اخلصه هعلن على الفيسبوك وهعلن كمان في البوستس اللي موجوده على اليوتيوب ان انا خلصت الميكس، واخد الميكسات بتاعتكم واعمل الحلقه الموسعه اللي هي بتاعه الميكس كريتيك. بس لو عجبك الفيديو دوت وحسيت ان انت اتعلمت منه حاجه، تقدر تديله لايك وتشيره وسط الناس المهتمه. مفيش مشكله برضو من باب الفضول، لو حابب تقول ايه هو احسن ميكس ده شيء يسعدنا. سلام.